كياخذ طروفه ديال الدلاع ب 2 دراهم ياكلها ويلو. اماكن فين كيلوحوا الزبل وما كيلوحوا في المكان وكيلوحوا الميك الشراب يعني ماشي بلاد ولا ماشي لا غادا في ارتفاع الظاهره، غادا في ارتفاع. كاينه لوح، كاين خويا كولوا لوح في هذا البلاد. دابا عندهم واحد كيكونوا ذكيين خرج عليهم باش مره اخرى بنادم ما يلوحش. خاطرش كنشوف دري صغير عنده 6 سنين كيجي كيلوح الزبل، كتلقاه مربي، وواحد اخر كتلقاه عمره 50 هرقاوي كيولد هرقاوي. خرجنا اليوم باش نشوفوا الرأي ديال الجمهور في الظاهرة ديال هرقاوي. يلا معنا نشوف. نسولوك عافاك. ماشي مشكل. شنو هو الرأي ديالك في الموضوع اللي رائج دابا ديال هرقاوي؟ شنو الرأي ديالك؟ والناس هرقاوي ما غاديين كيوسخوا في هذه البلاد وما عندهمش اهتمام بهذه البلاد. وهرقاوي كما قلتي ولاد البلاد بداو كينقارضوا من هاد كازا، وكنشوف هرقاوي كيلوحوا الزبل في مكان ودايرين لهم اماكن فين كيلوحوا الزبل وما كيلوحوا في مكان وكيلوحوا الميكات. وعاد زيد عليهم هاد الاجانب اللي دخلوا دابا وهاد العوازات هما كيلوحوا الزبل بزاف. يعني لينا البلاد واش الظاهره واش غادي تزاد ولا مقارنه بشحال هذه مثلا شحال واش تزاد هرقاوي ولا لا؟ غادا في ارتفاع الظاهره، غادا في ارتفاع بزاف، لان الناس ما كاينش يد المساعده. الناس كيديو الزبل الاماكن ديالهم، كاينه كولوا لوح، ما كاينش اهتمام لا برجال النظافه، ما كاينش اهتمام لا بمسؤولين، ما عاطينش اهميه لهذا الموضوع هذا. ما كاينه لوح، كاين خويا كولوا لوح في هذه البلاد. يعني ما كاينش مع من تعيش مع ما كاينش الا من رحم رب. هرقاوي بزاف في هذه البلاد وهما اللي وسخوا هذه البلاد، وبزاف عقليات نقيه بحال قلتي نقارضوا من هذه البلاد. الناس هاجرات لبرا ولا هو هرقاوي في هذه البلاد. في نظرك تقريبا الا بغيتي شكون هما هرقاوي زعما؟ شكون هما الفعيل ديال هرقاوي؟ شكون هما هرقاوي زعما في نظرك انت؟ يعني بنادم بحال البلاد كتكون غادا على واحد السيستم، يعني لا من اصحاب البلديه ولا طموحات، يعني الحوانت كاين بحال حدا هذا كيجي واحد براني ما على بالوش، كيجي واحد براني ما مسوقش الشراب. يعني ماشي بلاد ولا ماشي دار. هذا هو. في نظرك شنو هو الحل زعما ديال الظاهره؟ الحل هو يخرجوا واحد المبلغ مالي الناس اللي غيلوحوا الفلوس، اللي غيلوح الزبل، تكون عندهم غرامه ولا ضعيره. تكون غرامه تخرج عليهم باش مره اخرى بنادم ما يلوحش الزبل. الا كان اللي يلوح الزبل غيعرف ان راه كاينه واحد الغرامه ماليه غيخلصها، غيتفادى غيلوح الزبل في اماكن عموما. بطبيعه الحال بالنسبه لكم نتوما عامل نظافه كتلاحظ هذا الشيء اكثر من اي واحد. بزاف. راه ماشي راه بنادم عادي يهز الطوموبيل كيشرب وكيلوح اي حاجه كتوقع من بنادم كياخذ طروفه ديال الدلاع ب 2 دراهم ياكلها ويلوح، قرعه ديال الماء كيلوحها في الارض، اي حاجه كنينيكس كيلوحوا في الارض. ما كاينش بنادم اهتمام وحاطين لهم لافتات وبنادم فين كيلوح الزبل. السلات المهملات كاينين وما كيلوحوا الزباله في الارض. الله يهديهم هاد الناس. هادشي اللي غنقول لهم. دونك الظاهره كتوارث يعني بحال الجيل. يعني انا غادي كيما شاب كيما غادي. دونك الظاهره ديال هرقاوي سيرتو تيتاثروا بها الدراري الصغار بيان سور. يعني الدراري الصغار دابا عندهم واحد كيكونوا ذكيين هما بصح. يعني الدري لما مشيتيش معاه واحد شي ايجابيات زوينين في الحياه اللي غيخدم عليهم من هنا لقدام، صافي غيبقى هو ديما يحطهم اللي حداه واللي راه هو. المهم كلشي التوطال. في نظرك شنو هو السبب ديال هذا الشيء؟ منين جاي هذا الشيء؟ السبب هو الوعي. ما كاينش بنادم ما واعيش، بنادم ما كاملش في عقليته، بنادم ما مربينوش والديه على هذا الشيء. راه كتشوف دابا بعض خطرات كنشوف دري صغير عنده 6 سنين كيجي كيلوح الزبل، كتلقاه مربي، وواحد اخر كتلقاه عمره 50 عام 40 عام 60 عام كيلوح الزبل فين ما والاه. وهذا الشيء غادي بزاف، هذا الشيء مناش من التربيه ديال الوالدين. دونك كيتوارث هذا الشيء ابا عن كيتوارث. يعني الهرقاوي تيولد هرقاوي. ولد هرقاوي كيولد هرقاوي، وديما ولد البلاد كيولد ولد البلاد كيربي على اساس هاد البلاد تكون مزيانه وتكون بخير. وهرقاوي راه كيربي ولده على اساس باش يهمش هاد البلاد
ويوسخها وبزاف، حيت بنادم عقلو موسخ، فهمتيني؟ فهاد البلاد بنادم عقلو موسخ وصافي اخويا. بالنسبه اخويا لهاد المصطلح اللي كتعاود اللي سمعت عليه دابا هو انه كيقول بحال مثلا من تربى على سكن شابه عليه. يعني الانسان كما كيكبر بحال المحيط كيبقى غادي لهاديك البيئه اللي كيتعلم منها، فهمتي؟ يعني ما يمكنش هو غادي في واحد المحيط غايب وغادي يمشي يدير ما احسن. يعني اش كيقول لك يعني بقى يلاقينا ما احسن من الناس. نورمال